السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين ديالي العزاز، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم معلكة ديال الكاوكاو اللي كتجي لذيذة خطيرة في المذاق بمذاق الشوكولات، وضروري خاصها تكون حاضرة معنا في مائدة الافطار ديال اليوم العيد ان شاء الله. باش فهي حلوة سهلة وكتوجد بسرعة، ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت. اذا تابعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا المقادير وطريقة ديال التحضير. بالنسبه لهنايا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، 500 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران واحد شويه وطحنته بالقشور ديالو. عندي 4 ديال البيضات يكونوا من الحجم الكبير، كاس سكر سنيده، وعندي كاس معامرش ديال الزيت. صافي انا كنبقى نضيف المكونات كل حاجه بوحدها وكنبقى نحرك مزيان باش يتخلط ليا داك الخليط مزيان باش يتجانس مع بعضياته. صافي انا من بعد ما غادي نخلط هذاك البيض مزيان مع كاوكاو، غادي نضيف عليهم 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، كيعطينا مذاق زوين، مذاق ديال الشوكولات في الحلوه ديالنا. هنا غادي ناخذ 2 معالق كبار ديال المربى الخاص بالحلويات، داك المربى اللي كيكون جاري خاص بالحلويات غنضيف 2 معالق كبار. صافي غادي نخلط هذا الخليط كامل مع بعضياته مزيان، ندخلوا المكونات مع بعضياتها. وكيف كتشوفوا هنا مازال الخليط ديالي باقي ما مجموعش شويه، غادي نضيف عليه واحد كاس معامرش ديال الكوك. غنبقى نضيف الكوك بشويه بشويه حتى كيتجمع ليا الخليط. هنا ما نقصحوش مزيان، غنخليه مطلق حيت الكوك راه غادي يشرب لينا وغادي يتجمع العجين. هنا تقريبا كاس لاروب ديال الكوك اللي زدت. صافي وغادي نديرها في الثلاجه، غنخليها واحد 3 ساعه او 4 ساعات تقريبا، غير بما تشرب لي هذاك الكوك. وصافي وعاد غادي نخرجها وغنضيف عليها خميره كيميائيه ونصف، قياس ديال تقريبا 10 غرام او 11 غرام ديال الخميره كيميائيه. صافي وغنخلطها مزيان وغادي نبدا نشكلها بهذا الشكل هذا. كنجيب واحد الاناء كندير فيه القليل من الماء العادي او ماء الزهر اللي بغيتو اللي متوفر، وغادي غادي نبدا نكورها ككويرات صغار ما بين 20 غرام حتى 30 غرام في الكره الواحده. صافي هنا ملي كنديروا داك الماء كندهنوا به يدينا كتساعدنا الكوره ما كتلتصقش لينا في اليدين. صافي هنا غادي نكورها وغادي نفردها في السكر كلاصي سبيسيال، كنكون غربلته طبعا مزيان. صافي غنبقى نشكل الكويرات بحال هكا وغنفندهم في السكر كلاصي. صافي كنبقى نشكلهم كويرات بهذا الشكل هذا، ما تكبروهمش، ديروهم غير صغار باش ما يجيوكمش كبار في الشكل ديالهم. صافي هنايا كنفندهم في السكر كلاصي مزيان بهذه الطريقه هذه، كندير لهم السكر كلاصي مزيان. صافي وكنبرك عليهم غير واحد شويه من الفوق، غير واحد شويه. هنايا ما سرعتش الفيديو باش تشوفوا الطريقه كيفاش كندير لهم. وصافي غادي نكمل بهذه الطريقه كاملين حتى غادي نكملهم. هنا غنكون شعلت الفران مسبقا، ملي كنبدا نوجدها بحال هكا كنكون صافي شعلت الفران باش كيسخن ليا مزيان. خاص ضروري الفران يكون سخون مزيان باش ملي ديروها دغيا كتفكع وكتجيكم مزيانه وكتكون ناجحه معكم. ضروري من الفران يكون سخون مزيان. صافي ملي كنكملوها كندخلوها، الا كان عندكم فران غازي كتدخلوها لتحت وكتبقى العافيه فيه الفوق منها، كتنقصوا عليها
بعد ما كتكونوا سخنتوا الفران مزيان كتنقصوا عليها العافيه ملي كتدخلوها للفران، وكتخليوها غير تتفكع كامله صافي، وكتطلعوها الفوق. صافي غير كتبدا تشد في راسها كتجمع صافي، وكتحيدوها ما كتخليوهاش طيب بزاف باش ما تقصاحش. ولا كان عندكم فران ديال الضو كتشعلوا عليها من الفوق ومن التحت، ما كتاخذش الوقت بزاف ديال الطياب، فهي تقريبا كطيب 4 ساعات. هذا هو الوقت ديال الطياب ديالها، دغيا كطيب كتكون واجده. ضروري كنديروا هذيك البريكه شويه بالصبع ديالنا فوق منها باش كتشقق ها هي هنا من بعد ما تشقات لي في الفران كيف كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين صراحه. فإلا تبعتوا هاد المراحل والطريقه ديال التحضير فغتكون هاد المعلكه ديال الكاوكاو غتصدق معكم وغتجي معكم ناجحه 100%. وكانت هذه هي المعلكه ديال الكاوكاو اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم على الفيديو.